تمغربيت، كيف نحافظ على تراثنا فعلا وليس قولا؟ كنا قد تطرقنا في موضوع سابق كيف ظلت تمغربيت عصية على الأطماع وشامخة بين الأمم، وما فعله الأجداد من بطولات ومعارك طاحنة حافظوا من خلالها على الأرض والعرض والتراث بكل تفاصيله الأصيلة. في هذه الحلقة سنتطرق لما قدمته أنا وأنت كمغاربة لتمغربيت على أرض الواقع، وما نصيبنا منها، وهل تقتصر على التعاليق أم أنها مفعلة على أرض الواقع؟ في هذا الصدد هناك ظاهرة هروب الجميع نحو العصرنة والانسلاخ من الأصالة المغربية وخصوصيتها التي تميزنا عن باقي الأمم. ونرى تجليات هذا الانسلاخ في تغير أسلوب العيش وتعويض الحرف التقليدية بكل ما هو عصري. هنا يكمن خطر ضياع الهوية المغربية وزوالها ووقوفها في جيلنا هذا. إن كل مغربي حامل لجينات تمغربيت يجب أن يحافظ على تراثنا على أرض الواقع كما حافظ عليه الأجداد رحمهم الله. فكم هو جميل أن ترى شباب مغاربة متعصبين على تراثهم ويدافعون عنه، فكلنا مطالبون بنقل هذا التراث العظيم إلى الأجيال القادمة بكل أمانة في الواقع قبل المواقع. فبعد أن صان أجدادنا رحمهم الله التراث المغربي وجعلونا نعيش وسط كل ما هو مغربي بتراث كامل، فهل نحن مستعدون لتجسيده على أرض الواقع؟ فالسفير المغربي مثلا يمكنك أن تميزه بين السفراء 195 دولة فقط بتلك الجلابة المغربية البيضاء الأنيقة والطربوش الأحمر الفسي والبلغة الصفراء. وكذلك المرأة المغربية في المناسبات والحفلات تتميز شامخة بذلك القفطان أو القميص المغربي الأصيل. تلكم هي تمغربيت.